سؤال بمنتهى المباشرة. السجون المصرية النهاردة فيها آلاف من المقبوض عليهم بتهمة التظاهر. هل أنت مع هذا القانون أم ضده؟ هل أنت مع حرية التظاهر أم ضدها؟ أنا طبعا مع حرية التظاهر على أساس إنه ما يبقاش في عنف وتخريب يعني. لكن التظاهر لازم يكون موجود، يعني كل واحد حر. هل أنت من المنادين أو المطالبين بالإفراج عن الطلاب الموجودين المحبوسين لأنهم تظاهروا في الجامعات المصرية لكن كانت تظاهراتهم سلمية، ما بتكلمش على استخدام العنف؟ هو لازم الواحد يبقى يحاسبهم. بالنسبة لي كل واحد، وده هياخد وقت كبير، إنه نشوف إيه اللي خلاه يعمل كده. إذا كان غلطان لازم يدفع ثمن غلطته. لكن طبعا التظاهر لازم يكون موجود، بس مش في العنف. وده اللي خلى واحد زي الدكتور بردعي كان صح. هو ساب العمل عشان رافض انه ايه، كان صح. هو صح بردعي كان صح؟ ليه؟ بالنسبه لي لان شاف برضو انه كان في قوه ضد المظاهرين، وقال مش لازم، خصوصا انه يعني انت موافق على استقالة الدكتور محمد البردعي؟ هو حر، لان لا البعض يقول ان هو نط من المركب قبل ما تغرق، يعني هكذا فسروا في التوقيت ده. طبعا في افكار بتقول كده وافكار بتقول حاجه ثانيه. لكن هو السبب اللي خلاه يسيب انه رفض حكايه منع التظاهر او الهجوم الهجوم او ان هو فض ربع العدويه والنهضه لا، ربع العدويه بقى ما نتكلمش عنها، لان اللي حصل هناك حاجه فظيعه. لكن هو صح لما يقول انه اذا كان في اضراب ما يبقاش في ضد، الا اذا كان بيستعملوا العنف. ده كان رايه. لا، انه ما احترموش هذه الفكره، فقال اوكي انا استقيل. لكن انت تحترم الدكتور البردعي، تقدره يعني؟ طبعا هو انسان، طبعا هو انسان. هل بتعتقد لسه ليه دور، ممكن يكون له دور في المستقبل السياسي في مصر ولا خلاص؟ اعتقد ان هو خلاص ما دام ساب مش هيرجع تاني. هل تفتكر ان هو ساب ولا اجبر على ان هو يسيب؟ لا، هو ساب. هل كان محق لما ساب؟ ايه، كان محق؟ ايوه، انا شايف انه صح عمل.